بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من قناتنا سيرة قديسين وشهداء وآباء نقدم لكم سنكسار اليوم 28 من شهر هاتور المبارك. أحسن الله قضاءه وعاده الله علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب. يا آبائي وأخوتي الجميع آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس سرابامون أسقف نيقيوس، ونيقيوس حاليا زاوية رزين بمركز منوف محافظة المنوفية، وهي غير النقية التي انعقد فيها المجمع المسكوني الأول. استشهد القديس الأنبا سرابامون أسقف نيقيوس في عهد الإمبراطور دقلديانوس. ولد هذا القديس بأورشليم باسم سمعان، وكان يهوديا ينتسب إلى عائلة القديس استيفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. توفى والده واشتهى سمعان أن يصير مسيحيا، فأرشده الرب أن يمضي إلى الأنبا يوحنا أسقف أورشليم، فعرفه حقائق الإيمان وسر التجسد والفداء والقيامة والصعود. وبإرشاد من الله مضى إلى الإسكندرية، وقصد البابا ساؤون البطريرك السادس عشر، ولما اطمأن إلى إيمانه عمده، ثم انفرد للعبادة فترة إلى أن استدعاه البابا القديس بطرس خاتم الشهداء بعد أن سمع عن تقواه وعلمه، واستبقاه معه ليساعده في الخدمة. ولما خلا كرسي نيقيوس رسمه البابا بطرس أسقفا عليها، ففرحت به رعيته كثيرا، وأظهر الرب على يديه آيات وعجائب كثيرة، منها إنه كان بجانب مدينته برابي لعبادة الأوثان، فتوسل إلى الرب صلاة حارة حتى تهدمت البرابي وغطاها الماء، وبذلك انتهت عبادة الأصنام من كرسيه. كما أنه استأصل بدعة سابليوس الصعيدي من الإبراشية. ولما وصل الإمبراطورية دقلديانوس أن القديس أبطل عبادة الأوثان وأنه ساهر على تعليم شعبه، أمر بإحضاره إليه إلى أنطاكيا. وفي الإسكندرية قابله البابا بطرس وجماعة من الكهنة قبل سفره، وسلموا عليه، ووجدوه هادئا يتمتع بسلام داخلي، ووجهه مثل وجه ملاك. ولما وصل إلى أنطاكيا أمر الملك بتعذيبه بعذابات شديدة، وبسبب احتماله وصبره وشجاعته أثناء العذاب دخل كثيرون إلى الإيمان المسيحي، مما جعل الإمبراطور يأمر بالتخلص منه وإرساله إلى أريانوس ولأنصنة بصعيد مصر ليعذبه هناك ويقطع رأسه بالسيف إن لم يرجع عن رأيه. وعند وصوله إلى الإسكندرية كان أريانوس موجودا بها، فأخذه معه في مركب، وعاد عند مرورهم على نيقوس مركز كرسيه وقفت المركب، ولم يقدروا أن يحركوها من مكانها، فأنزلوه إلى بحر المدينة وقطعوا رأسه، فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.